مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كويكوك. الوصفة تاع اليوم راح تكون وصفة سهلة وصحية، تحضر بمكونين فقط: الفلفل والدجاج، ويطيبوا على البخار. تابعوا معي الفيديو. أول شيء على نار متوسطة نحط مشبك هكا كما راكم تشوفوا. من بعد نروح نجيب كمية من الفلفل الحلو ونبدأ نحطه على المشبك باش نشويه، ونبدأ نقلبه على كل الجوانب باش يتشوى مليح. ونحط الفلفل ديالي بكمية حتى يتشوى، ونزيد نحط الدفعة الثانية حتى نكمل الكمية كامل. انا اخترت نخلط فلفل احمر واخضر، كما تقدروا ديروا جميع الالوان او تكتفيوا بلون واحد عادي. وهكا نقعدوا نقلبوا فيه مرة على مرة حتى يتشوى مليح معنا الفلفل. في هذا الوقت نجيب كيس ونبدأ نحط الفلفل المشوي داخل الكيس بهذه الطريقة. نكمل نحط كل الكمية داخل الكيس كما راكم تشوفوا. من بعد نغلق الكيس ديالي، والغرض في هذه العملية هو باش تسهل علينا العملية من بعد في التقشير. وكي نحط الفلفل ديالي وهو سخون داخل الكيس راح يعرق وبالتالي يتقشر بكل سهولة. وكي نكمل نغلقه ونخليه على جنب. من بعد نروح نجيب لوح تقطيع ونجيب صدر الدجاج نحطه على اللوح ونبدا نقطعه الى شرائح سميكة كما راكم تشوفوا. هنا الدجاج تاعي طبعا كنت غسلته من قبل مليح ونشفته. من بعد نحط شريحة ونقطعهم الى مكعبات صغيرة كما راكم تشوفوا. ونكمل في التقطيع حتى نكمل الكمية تاعنا. كما تقدروا تستبدلوا الدجاج باللحم المفروم، جيبوا اللحم تاعكم تحطوا شوية ملح وتوابل وتشكلوا كريات صغيرة، لكن انا فضلت هذه المرة نديروا الدجاج باش تكون اكثر صحية وناقصة زيوت. بعد ما كملت تقطيع الدجاج نجيب كمية من الزيت النباتي ونحطه على القدر، يكون على نار متوسطة، ومن الأفضل تضيفوا زيت الزيتون. من بعد نجيب صدر الدجاج ونحطه فوق الزيت يكون ساخن شوية. نقلبوه شوية من الجوانب ونزيد نضيف رشة فلفل أسود ونزيد نقلبه شوية باش تتجانس جميع المكونات. من بعد نغلق القدر تاعنا بالغطاء ونقص على النار كامل ونخليه يطيب. في هذا الأثناء نروح للفلفل تاعنا ونبدأ نجيب صحن هكا، نفتح الكيس ونبدأ نقشر الفلفل. كما راكم تشوفوا يتقشر بكل سهولة وما راحش ياخذ معاكم وقت. وهكا نكمل في التقشير حتى نكمل كامل الكمية تاعي. نروح نشوف الدجاج تاعي، نحركوه شويه، ها هو راهو خرج كامل العصاره ديالو وبدا يطيب. اصلا صدر الدجاج ما ياخذش بزاف وقت في الطياب. نزيد نغلق عليه ونخليه، ونروح نبدا نحط الفلفل اللي نقيناه فوق لوح التقطيع ونبدا نقطعه بالسكين الى قطع صغيره الحجم كما راكم تشوفوا على حسب الرغبه. كما تقدروا كذلك تقطعوه الى شرائح طوال. وكمية الفلفل هنا حسب أفراد العائلة، أنا استعملت حوالي 700 غرام، جاتني هذه الكمية.
وهكا نكمل نقطع الفلفل حتى نكمل الكمية. من بعد نروح نفتح القدر ديالي ونحركو شوية الدجاج، وفي الاخير نحط شوية ملح حسب الذوق. من بعد نحط الفلفل المشوي المقطع داخل القدر ديالنا كما راكم تشوفوا. ونخلط مليح باش تتجانس جميع المكونات. نغلق على القدر ونزيد نخليه على نار هادئة مدة 7 دقائق على الأكثر، أصلا كلش راهو طايب. بعد 7 دقائق نفتح القدر والطبخة تاعنا خلاص راهي جاهزة. شوفوا كي طاب على البخار الفلفل خرج كامل العصارة تاعو. ها هو معاكم الفلفل بصدر الدجاج طاب ملاح. نقدموه في صحن. طبخة سهلة وصحية تقدم في الغداء أو العشاء مع قليل من السلطة، وأنتم طبختوا أسرع وأطيب وصفة. أتمنى أنكم استمتعتم بمشاهدة الفيديو. إذا كنت أول مرة تشوف الفيديو ما تنساش دير لايك والاشتراك في القناة باش يوصل لك كل ما هو جديد، وانتظروني مع وصفات أخرى.